عمركم سألتوا نفسكم هو احنا ليه مش بنشتغل او احنا ليه مش لاقيين الشغل اللي احنا عايزينه، او احنا ليه دايما لما بنروح انترفيو او بنقدم على وظيفة بجد احنا عايزينها ليه مش بنتقبل؟ خلينا نجاوب على كل الأسئلة دي بشكل مختلف وبشكل انا متأكدة ان انتوا هتبقوا اول مرة تسمعوه. هلو من نص الدنيا الحلو، انا دينا الحداد، وهدفي من البرنامج ده ان انا اوصل كل واحد لاحسن نسخة من نفسه ويكون مؤثر في المجتمع والناس اللي حواليه بالايجابيه. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان انا ما عنديش وقت وان انا مش لاقيه وقت اصور حلقات، بصور لكم في نص اليوم كده، اللي هو انا يعني خطفت نفسي من المكان الشغل اللي انا فيه علشان انزل اصور الحلقه، عشان بجد مش لاقيه مكان اصور فيه او مش لاقيه وقت اصور فيه. انا دايما بحب اصور الصبح، فالصبح بقى بتاع الشتاء بقى قصير قوي، فانا ما الحقونا الحقونا. فيعني حاولوا تنسوا ان انا في العربيه خالص، وده كاننا في البيت عادي جدا، اوضه جميله. حاولوا تسمعوني. طيب، بحس دايما ان موضوع الشغل ده من المواضيع المهمه جدا، ومن المواضيع اللي بتخلينا دايما في الاول احنا تايهين، مش عارفين احنا رايحين فين وجايين منين، مش عارفين احنا المفروض الشغل اللي احنا فيه ده هو شغل صح ولا شغل غلط. طب انا لو عايز ادور على شغل ادور على ايه؟ طب انا زهقت من الحاجات الطبيعيه اللي المفروض ادور عليها. طب خليني اقول لكم ان انا مثلا اول شغل اشتغلته كنت شغاله من على فيسبوك، بجد بجد. وفي ساعات فرص كتير قوي تبقى على فيسبوك، وفي ناس لسه بتستخدم فيسبوك، وفي اونر وناس كبيره وتقيله في اي مجال في الدنيا لسه عندهم فيسبوك، ودي منصه بالنسبه لهم الرئيسيه. مش بقول لكم اعتمدوا عليها، بس دوروا والله، ليه لا؟ طب يا دينا، قبل لما ندور المفروض نعمل ايه؟ المفروض تبقوا محددين انتوا عايزين تعملوا ايه. مش انا اللي هحدد، ومش هقول لكم لا احنا المفروض نعمل كذا وكذا 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 وكذا. بس اللي هقوله لكم وبجد بجد فرق معايا جدا في حياتي ان انا اشتغل شغل بحبه. يا جماعه انا مش بقول لكم كلام تنميه بشريه بقى، وكلام ان انا يا لازم تبقي اقوى واعتزل ما يؤذيك والكلام ده كله بلا 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 بلا. احنا محتاجين فلوس يعني خلينا متفقين ان احنا محتاجين فلوس عشان نعرف نتحرك في حياتنا. فدينا مش كل الشغل اللي احنا بنحبه هيجيب لنا الفلوس اللي احنا محتاجينها. في ناس مسؤولياتها اكبر بكتير قوي من الشغل اللي هي هتحبه، او من الشغل اللي هي لسه هتستارت فيه. بس انا بشوف ان طول ما احنا مش شغالين شغل احنا بنحبه، الحياة يا جماعة هتدوس علينا جامد قوي والله العظيم. بصوا، شفت كده حاجة كانت بتقول، وقفتني كده بجد عندها شوية. بيقولك ان كل الوقت اللي بيعدي هو من حياتنا ومن عمرنا. ففي مرة واحدة بتقولي انت عارفة يا زينة، انا بقعد في المواصلات بس ساعتين رايح وساعتين جاي، الطريق بيبقى زحمة جدا طول اليوم، والشغل بتاع الشغل اللي انا بشتغله بعيد عن بيتي بس هو كويس. انا لما قعدت احسب ان هي بتقعد 4 ساعات من يومها في الطريق كل يوم، فتخيلوا في الشهر هيبقوا كام ساعة، فتخيلوا في السنة هيبقى كام ساعة، فتخيلوا من عمرها هيبقى كام ساعة. رقم مرعب. إلا إذا كان إحنا بنحاول نستغل الوقت ده في حاجة إيجابية. يعني أنا بسمع مثلا بودكاست بيطورني شوية، بسمع كورسات إنجليش في الطريق بتخلي الليسننج عندي يبقى أحسن، بذاكر حاجة وأنا رايحة بطور نفسي في حاجة. لكن إن أنا أبقى ماشية الساعتين ولا ال4 ساعات رايح جاي عمالة أفكر في الشغل ومين عمل إيه وبتكلم مع صاحبتي ومش عارفة إيه، والوقت بيضيع في لا شيء، الموضوع كارثي، الموضوع مرعب. عندي حاجة كده في شخصيتي، هي ساعات بتبقى موترة جدا، بس أحيانا بشكر ربنا عليها. إني أنا مش بعرف أضيع وقت كبير في حاجة أحس إن هي مش بتفيدني. يعني أنا مش بحب أو بتضايق جدا لما مثلا يبقى في اليوم ده إلى حد ما أنا مخلصة كل الحاجات اللي ورايا أو مش قادرة مكسلة أيا كان، وقاعدة زهقانة، فمثلا أفتح مسلسل ألاقيني مثلا اتفرجت على 10 حلقات ولا 5 حلقات من المسلسل، فيما يعادل 5 6 7 ساعات من اليوم. فجأة كده بعمل ستوب وأقول دينا، انت قعدتي 7 ساعات بتتفرجي على مسلسل، انت استفدتي ايه؟ فلاقيني كده رجعت خطوة لورا وبدأت أتضايق من نفسي. هو مش جلد ذات، بس دايما بحب أحاسب نفسي، أنا عملت ايه في الوقت ده؟ انا استفدت ايه في الوقت ده؟ انا حققت ايه في الوقت ده؟ طب هل الوقت ده لو كان ينفع اصور مثلا فيه حلقه او ينفع اعمل فيه حاجه، هل هو مش كان هيبقى فيدني اكتر؟ هل هو ما كانش هيبقى بيعمل لي حاجه مفيده اكتر؟
قيسوا بقى على ده في كل حاجه في حياتي. يعني انا حد بيعرف يعمل حاجتين في نفس الوقت الحمد لله. فبحب دايما مثلا حتى مثلا الكاتل بيسخن، يعني مثلا بعمل حاجه تانية مش مستنيه الكاتل يخلص عشان اشوف انا هعمل ايه. لا دايما بحب ابقى بعمل حاجتين عشان ما ابقاش مستنيه على الفاضي. ما بحبش وقت الانتظار عموما. وقت الانتظار لو احنا ما خليناهوش وقت انتظار بجد مفيد، هتحسوا ان انتوا بتضيعوا بجد. لو فكرتوا بنفس الفكره اللي انا كنت بقول لكم عليها، ان انتوا بتفكروا ان حياتكم الساعتين بتوع المواصلات، او الساعتين اللي بقعدهم بتفرج على حاجه، او الساعتين اللي بقعدهم في لا شيء كده، انا بضيعهم من عمري ومن حياتي ومن وقتي ومن كل حاجه. يعني تاكدوا، مش عايزه احلف بس تاكدوا ان حياتكم هتتغير. تاكدوا. انا بقعد احاسب نفسي النهارده ال 24 ساعه بتوعي انا عملت فيهم ايه؟ انا استفدت ايه؟ انا سمعت جمله فادتني ولا لا؟ انا قعدتي مع صحابي دول كانت مفيده بالنسبه لي ولا لا؟ انا الوقت اللي ضيعته في الشغل ده، هل هو ده الشغل اللي انا عايزه اكمل فيه حياتي واكبر وابقى عندي بقى بيزنس؟ البيزنس ده هو ده اللي انا عايزه اوصل فيه، ولا انا بشتغل لمجرد تحصيل حاصل؟ معاكو ان احنا في وقت كبير قوي من حياتنا، بالذات في الاول، بالذات الشباب الصغيره، او بالذات الناس اللي لسه بتبدا في حياتها في الشغل عموما، دايما بنشتغل شغل احنا مش حابينه في الاول. دي حاجه طبيعيه جدا، وما تأنبوش نفسكم على ده. انتوا لسه بتدوروا على نفسكم، لسه عايزين تعرفوا انتوا عايزين تروحوا فين وتيجوا منين ونعمل ايه وما نعملش ايه. طب ايه بنحبه؟ وانا عندي قاعده كده في حياتي برضو، بحب قوي اقول لك اني انتوا مش هتجربوا او مش هتعرفوا غير لما تجربوا. محدش يحكم على حاجه وهو واقف بره. ما تحكمش على الشركه الفلانيه اللي قدامك دي غير وانت لما تدخل الشركه دي وتتعامل مع سيستم الشركه، تتعامل مع مديرين الشركه، تتعامل مع الاستاف بتاع الشركه، تتعامل مع السياسه بتاعت الشركه دي مناسبه ليك ولا لا. لكن طول ما الشركه بره جميله ونظيفه وتحفه وفي مكان ما حصلش لكن تدخل جوه ممكن ما تقش تقعد يوم. فما تحكموش على الحاجه وانتوا شايفينها من بره. جربوا الحاجه. دايما برضو بحب اقول ايه، مش جايز تعرف تطلع بتعرف. يعني دايما لما حد يجي يقول لي ايه بس انا مش عارف اعمل الحاجه دي، ليه؟ جربتها؟ لا ما جربتهاش. يبقى ممكن تكون بتعرف 50 50. 50% تقدر تكون بتعرف تعمل الحاجه دي فعلا، و50% ممكن تكون مش عارف تعملها. بس ما تحكموش ال 100% غير لما تجربوا فعلا الحاجه دي. غير لما تجربوا فعلا الحاجه دي انا فعلا ما بعرفش اعملها ال 100% ولا لا، ممكن اكون بعرف اعملها مثلا. ليه لا؟ ليه لا مثلا لما اتحط في الحاجه، او لما اتضغط شويه، او لما مثلا الناس كلها، كل الناس اللي حواليا عماله تحاول وتعافر وفعلا بتوصل للحاجه دي، ليه ما احاولش واطلع زيهم؟ ليه ما احاولش واعرف اعملها زيهم؟ ليه لا؟ ليه مش بتفكروا كده؟ طيب، احنا عندنا زي ما اتكلمنا عندنا مسؤوليات والشغل ومش عارفه ايه وبتاع. زي ما انا قلت لكم يا جماعه في الاول، عادي جدا 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 تكونوا بتشتغلوا شغل انتوا مش حابينه. اللي مش عادي ان احنا نفضل مستمرين في الشغل ده ومش طايقين نفسنا. بنشوف ناس بجد بقالها مثلا، يعني اقل حاجه مثلا 3 سنين شفتها، اقل حاجه 3 سنين. في بقى ناس بقالها 10 سنين، 7 وارقام كده. انا بتخض بجد بتخض. بس حد مثلا يقول لي انا بقالي 3 سنين في الشغل، والشغل والشركه واللي حصل واللي جرى والترقيات فيها ظلم ومش عارفه مين مشي، وانا اقدم حد دلوقتي في الشركه ومش عايزين يرقوني ومش عايزين يعملوني. امشوا. امشوا. المكان اللي انتم مش متقدرين فيه، امشوا. امشوا، ده رزق بتاع ربنا. خططوا وسعوا واعملوا انترفيو في اكتر من مكان، وحاولوا توصلوا وحاولوا تعملوا. بس خلاص انتم ما تفضلوش ضاغطين على نفسكم في مكان انتم مش متقدرين فيه. ويمكن يقدرونا، مش هيقدروكم. اللي بقاله 3 سنين مش شايفك مش هيشوفك النهارده. عارفين ممكن يشوفوكوا امتى؟ لما يحسوا بجد ان انتوا هتمشوا. يعني في ناس بجد بتبقى الشركه هتقع من غيرهم، بجد شايلين نص الشركه، شايلين بجد شايلين الشركه على كتافهم. والناس مش شايفاهم. المديرين بقى والبوزيشن الاعلى منهم هم بجد مش شايفين ده الطبيعي وده العادي. جاست ان هم يقرروا ان هم يمشوا، تلاقي الدنيا بتتقلب. لا لا اقعد بس واحنا هنعمل لك، هنزود لك مرتبك لو عايز، هنعليك، هنخليك الترقيه الجايه، مش عارفه هنعمل ايه. في ناس بتستغل ده على فكره. اول لما تحس ان انتوا ماشيين، يعني اول ما يحسوا ان انتوا ماشيين، يبداوا يقولوا لكم لا احنا هنعمل وهنسوي وهنسوي ونسوي. خلاص يا جماعه ماشي اوكي، انا موافقه وقررت ان انا هقعد معاكم. اول لما تقعدوا تلاقوا الموضوع ما حصلش اي حاجه، بالكثير قوي مثلا ادوكم 50% من اللي هم قالوا لكم، وال50 التانيه في المية ان شاء الله لما تيجي بقى تقرر ان انت هتمشي تاني. فاول لما تلاقوا نفسكم مش متقدرين في المكان ده، اول حاجه تعملوها ان انتوا تبداوا تاخدوا ستيب. انا هاخد ستيب ان انا هدور على شغل تاني. هدور بجديه، يعني هدور بجد، مش هدور وانا قاعده قبل ما انام شويه، او مش من لابتوب الشركه وخلاص كده اليوم خلص. لا انا بدور بجد، بدور
بدور على كل المواقع زي ما قلت لكم، على فيسبوك، على لينكد ان، على بدخل اسال شات جي بي تي ممكن ادور فين، ادور فين. بسال، ادخل شات جي بي تي بساله اقول له ايه الشغل مثلا اللي انا محتاجاه ده، هات لي كل يعني الطلب الوظيفي او كل الوظائف اللي تخص التايتل مثلا ده، اللي تخص الشغلانه دي، ممكن اشتغل ايه وانا ما عنديش خبره. هيبدا يفكر معاكوا بصوت عالي. بس دوروا. والناس اللي بتدور على شغل بسالري عالي قوي عن الطبيعي، وهم لسه زيرو اكسبيرينس، او لسه متخرجين، او متخرجين بقالهم كتير بس لسه اول شغل ليهم، او لسه خبرتهم قليله، او بيعملوا سويتش من مجال لمجال وبيدوروا على مرتب كبير، انتوا عايشين في اللالا لاند. بكل صراحه وجديه، وعارفه ان انتوا خدتوها في وشكم، بس ما تبقيش بتنقلوا من مجال لمجال وانتوا ما عندكوش خبره، وبتدوروا على بيزك او سالري زي اللي بقاله مثلا سنه، مش هقول لكم 5 سنين، سنه في المجال. مش فير، مش فير. انتوا لو في مجالكم وجي حد لسه فريش وبياخد نفس مرتبكم، انتوا هتبقوا متضايقين. فليه بقى مش عامل كما تعامل؟ ليه لما بنيجي علينا بنحس ان احنا لا متضايقين، بس لو احنا الموجوده جاي في مصلحتنا نحس انه ده طبيعي وفير؟ لا، نخلينا فير في كل حاجه. مش طبيعي ان حد يكون لسه داخل مجال جديد، او لسه متخرج، او لسه بيدور على شغل، او لسه زيرو اكسبيرينس، أو وبيدور على بيزك ومش عاجبه وبيتنكوا علشان ده مش عاجبني. لا والله، ما تشتغلوا، ما تجربوا. ان شاء الله تكونوا هتشتغلوا بمواصلاتكم، ان شاء الله تكونوا هتشتغلوا من غير فلوس، ان شاء الله تكونوا هتشتغلوا بس يعني مواصلات بس رايح جاي وبيديكوا حاجه صغيره. بس على الاقل لما تيجوا تشتغلوا في نفس المجال في شركه تانية، انتوا من زيرو اكسبيرينس، انتوا بتبداوش من الاول، انتوا بتبداوا من النص، بتبداوا من 20%، من 10%، من 5%، بس بتبداوا عندكم بيزك، مش بتبداوا من الصفر. فما تحسوش ان انتوا لا انا عايزه شغل جامد قوي وانتوا لسه مش جامدين. لكن طول ما احنا واقفين ولسه حاسين ان احنا لا والله اصل ده مش عاجبني، لا اصل ده مش عارفه ايه، لا اصل ده مش مناسب، لا اصل ده بعيد، لا اصل ده مش عارفه ايه، لا اصل، هنفضل واقفين، هنفضل فريش، هنفضل زيرو اكسبيرينس، هنفضل ولا حاجه. هنفضل كل ما نروح شركه ممكن ما نتقبلش، او كل ما نروح شركه هنحس ان احنا لا احنا بعيد قوي عن الناس اللي فيها، عشان احنا لسه زيرو ولسه رافضين الفرص القليله. يمكن عشان شايفين نفسنا كبير، او شايفين نفسنا حاجه كبيره. بس احنا شايفين نفسنا حاجه كبيره في مجال احنا عارفينه، مش في مجال جديد عليا. ما ينفعش مثلا اكون انا مثلا مدربه وعايزه مثلا اروح حاجه ليها علاقه بالماركتنج مثلا، وانا زيرو في الماركتنج، بقول انا عايزه اقبض زي، لا انا شايفه ان انا كنت بقبض كذا، فانا عايزه لما اجي اروح مكان اقبض نفس اللي انا كنت بقبله. معادله غلط، معادله غلط. طبيعي هنزل، طبيعي. انا بقالي 19 سنين في مجال الرياضه، فلما اجي انقل مجال تاني انا ببدا من اول سنه، مش بكمل على 10 سنين، ببدا من سنه واحد، من اول سنه. فما تقارنوش ده ببعض عشان دي معادله مش عادله. لكن أنا لما ابدا في الاول، افتكروا اول لما بداتوا كنتوا بتقبضوا كام؟ في بالمعدل، بس طبعا بالزيادات بقى اللي حصلت في البلد وكده، بمعدل قريب يعني. تقبضوا اقل كتير من اللي انتوا بتقبضوه، يمكن نصه، يمكن ربعه. بس مع الوقت لو انتوا حابين ولو انتوا شاطرين هتلاقوا نفسكم بتقبضوا اكتر من اللي كنتوا بتاخدوه، عشان ده مجال جديد انتوا حابينه. فدايما بشوف ان انتوا دايما تشتغلوا شغل انتوا بتحبوه، انتوا بتحبوه. الحاجه اللي بتحبوها مهما داست عليكم، مهما كانت مضايقاكم، مهما كانت مقرفه، مش هتبطلوا تحبوها. بالكتير قوي هتنقلوا من الشركه لشركه تانية، من الشركه التانية لشركه ثالثه، من الشركه الثالثه لشركه رابعه، بس هتفضلوا في نفس المجال عشان المجال ده انا بحبه، وعايزه اطلع منه احسن من كده، وعايزه اخليني احسن، وعايزه اخليني افضل، وعايزه اخليني اشطر، وعايزه اخد كورسات، وعايزه اعمل، وعايزه اسوي. انا عايزه اوصل لحاجه كويسه. فطول ما انتوا بتحبوا الحاجه اللي انتوا بتشتغلوها، تاكدوا ان انتوا مش هتزهقوا منها. وما تخلوش حد يكرهكم فيها، عشان الناس دي كتير قوي، الناس اللي بتكرهنا في المجالات اللي احنا بنحبها دول كتير جدا. فلا، حاولوا. انا داخله المكان، او انا داخله المجال، او انا داخله الشركه، انا عايزه ابقى احسن حاجه من نفسي مش من اللي حواليا. عايزه في يوم من الايام يبقى عندي شركه زي دي، يبقى عندي مكان زي ده، يبقى عندي مكان ينافس المكان ده. ليه لا؟ ليه لما بنخش مكان بنبص بس على كرسي الوظيفه، مش بنبص على كرسي المدير، مع احترامي لكل الناس؟ بس ليه؟ انا لما ادخل مكان انا عايزه ابقى احسن حاجه من نفسي، انا احسن حاجه. التايتل بتاعي يعني انا موظف مفيش مشكله، بس بعد الموظف دي هكون سينيور، بعد السينيور دي هكون مانجر، بعد المانجر دي هكون اونر. ليه لا؟ ليه لا؟ ليه بتشوفوا احلامكم بعيده؟ ليه مش بعيده؟
مش بعيده، وقرروا بجد من جواكم ان انتوا عايزين توصلوا لحاجه. اسعوا، 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 وتاكدوا ان ربنا عمره ما هيضيع سعي بني ادم بيسعى في الخير وبيسعى في الرزق وبيسعى في الحلال وبيسعى في ان هو عايز يبقى احسن من نفسه. اهلي مش موافقين يا دينا، خطيبي مش موافق، مش عارفه مين مش موافق. مع احترامي، مع احترامي، مفيش حد يعني بالذات بقى، بالذات اللي بره الاسره، يعني مش هقول لكم بقى اللي في الاسره يعني عشان برضو دول ليهم احترامهم. جوزي، خطيبي، صاحبي، صاحبتي، ايا كان حد بره اسرتي ملوش حق ان هو يقولك اشتغلي ولا لا، لان انت الشخص ده مش ضامنه وجوده هيكمل معاكي ولا لا. اوكي؟ فما تضيعيش مستقبلك عشان حد انت مش ضامناه اصلا. يعني انت مش ضامنه هو معايا السنه الجايه ولا مش معايا، ما حتى لو كنتوا بتحبوا بعض وبتموتوا في بعض ما عنديش مشكله، بس ده مستقبلي، انت حاجه او انت حاجه، ومستقبلي ودنيتي وطموحي واحلامي دي حاجه تانية خالص، ما ينفعش يقارنوا ببعض. واللي يقول لك انا ولا شغلك، انا ولا مش عارفه ايه، اختاري شغلك. خلاص يا جماعه، مش هنقارن بقى مقارنات فاشله، دي مقارنات فاشله. اللي خيارك بينك وبين مش عارفه اختاري الحاجه الثانيه صريحا، صريحا، يعني ده ما عندوش ثقه في نفسه، فصريحا اختاري الحاجه الثانيه. اوكي؟ بالنسبه لاهلك بقى لو مش موافقين، بصوا يا جماعه، ما كنتش متوقعه ابدا انا ممكن اقعد اقول الكلام ده في يوم من الايام، والله العظيم. يعني دايما كنت بشوف بقى ان قد ايه الاهل ساعات بيبقوا ظالمين، وقد ايه هم مش فاهميننا، وقد ايه هو انا عايزه اوصل لحاجات كويسه قوي بس هم مانعيني اوصل للحاجات دي. بس اكتشفت ان فعلا هم عندهم حق، بجد هم عندهم حق. واكتشفت اني مع الوقت اني لو كانوا هم وافقوا لي على حاجات انا كنت عايزاها زمان، انا ما كنتش هبقى هنا النهارده، كنت هبقى في حته اسوأ بكتير. فالحمد لله ان هم رفضوا، والحمد لله ان هم وقفوا قدامي، الحمد لله، وبشكرهم لحد دلوقتي عن الموضوع ده. بس هم بيخافوا علينا بطريقتهم. وماما زمان قالت لي ما حدش بيختار اهله، ما حدش بيختار هو بيكون في اسره عامله ازاي ولا مستواها عامل ازاي، ما حدش بيختار، ربنا اللي بيختار لك. فانت حاولي تتأقلمي ان دي عيلتك، حاولي تلاقي حلول معاهم. مش هنقعد نبكي ونزعل ونعيط على ان عيلتنا قد ايه ظلمانه، وقد ايه مش فاهميننا، وقد ايه قاسيين، وقد ايه مش عارفه ايه، ما بلا بلا بلا، كل ده مش هيتغير. وبرده مش هتعرفي تأقلميهم على اللي انت عايزاه، لازم انت تتأقلمي على اللي هم عايزينه بس بالطريقه اللي انت عايزاها. يعني ايه؟ يعني انا لازم احاول الاقي لهم طريقه انا عارفاهم وحافظاهم وعارفه هيوافقوا على ايه وهيرفضوا على ايه. احاول بقى اشوف اللي هم عايزينه ده انا هوظفه ازاي في الحاجه اللي انا عايزاها. يعني انا عايزه اشتغل شغل، الشغل ده مثلا هم شايفين ان هو بعيد، ابدا الاقي حلول ازاي اخلي الشغل ده مش بعيد. يا اما ادور على شغل تاني قريب بنفس الحاجه، يا اما الشغل بعيد اقول لهم حد يجي معايا منكم، لحد ما يطمنوا ان الشغل ده تمام، انت مستريحه، الناس اللي معاكي كويسه، محدش بيضايقك، الطريق انت تعرفي تروحي وتيجي لوحدك، كل حاجه تمام، وهم مطمنين عليكي. بالذات البنات بيبقوا هم مطمنين عليك، هم مش عايزين حاجه تانية اكتر من كده على فكره، مش عايزين غير ان هم يبقوا مطمنين عليك. لكن بقى هقعد اتنطط ولا انا هروح ومحدش مش عارفه ايه وانا كبرت وانا قد الدنيا وانا مش عارفه ايه، مش هيعملوك حاجه. تأقلمي، اعرفي هم عايزين ايه، بيوافقوا ازاي، بيطمنوا ازاي. لو في حد قريب منكم بيعرف يتكلم معاهم تحطيه واسطه كده بينك وبينهم، اوكي. بس في الاخر تاكدي ان هم مش عايزين حاجه غير ان انت تبقي كويسه. والله العظيم ده اللي اكتشفته في الاخر، ان بجد اهالينا مش عايزين مننا اي حاجه غير ان احنا نبقى كويسين، مش عايزين مننا اي حاجه غير ان احنا نبقى مطمنين علينا، لان الدنيا فعلا بقت، يعني كنت هقول لفظ وحش بس الدنيا فعلا بقت سيئه، سيئه. فهم بجد مش عايزين مننا حاجه تانية اكتر من كده. انا عارفه ان كل الاهالي بجد مش عايزيننا كويسين، عايزين يحافظوا علينا بالذات البنات، عايزين يطمنوا عليكي، عايزين يشوفوكي مع حد محترم، حد كويس، متجوزه جوازه مشرفه، متجوزه جوازه كويسه، خايفين عليكي. لو بالذات لو كان عندك علاقات قبل كده فاشله وهم فشوها، فبقى خايفين عليكي، خايفين تعملي حاجه غلط، خايفين حد يضحك عليكي، خايفين عليكي من الطريق، خايفين عليكي من الناس، خايفين عليكي من الدنيا. باباكي عارف قد ايه هو الشغل صعب، وقد ايه المديرين وحشين، وقد ايه القرش مش بيجي بسهوله. فهو مش عايز القرار ده، وعايز يحافظ عليكي على قد ما يقدر، فبيرفض من غير ما يبرر لك. ومحدش هيقول لك الكلام ده، اهليكم مش هيقولوا لكم الكلام ده، مش هيقولوا لكم خايفين عليكم عشان كذا وكذا، لا هم هيرفضوا عشان ده جواهم. وفي اهل كتير قوي مش بتعرف تعبر، فمش هيقولوا لكم ده، هيقولوا لكم بس انه لا، لا وخلاص. طب لا ليه؟ هو لا وخلاص. اقعدي شوفي انت هتاخدي كام من الشغل وانا هديهولك، هو مش ده اللي انا عايزاه.
الموضوع ساعات كتير قوي مش بيبقى موضوع فلوس على قد ما موضوع انا عايزه احقق نفسي. بس لو قعدتي معاهم تقعدي بقى تقولي انا عايزه احقق نفسي وانا عايزه اكبر وانا عايزه اعمل، مش هيفهموا ده مع احترامي والله، بس هم بجد مش هيفهموا ده، بالذات لو حد يعني سنهم كبير وكده، يعني مش فاهمين جيلنا او انتوا كمان يمكن تكوني اصغر مني، مش متقربين منكم، فهتحسوا ان الموضوع بعيد. فعشان ما نوصلش للمرحله دي وتبقي في الاخر مكتئبه وتحسي ان انت انا مش عارفه اعمل حاجه منهم، حاولي تخلي، انا بتكلم من وجهه نظرهم هم، حطي نفسك مكانهم بتفكيرهم، مش مكانهم انت ام مثاليه، لا مكانهم بتفكيرهم، وهتلاقي نفسك بتبصي لنفسك نفس النظره. فحاولي بقى من مكانهم تلاقي اوبشن تخليهم يوافقوا على اللي انت عايزاه. ارضيهم بجد، خليهم يجوا معاكي، خليهم يتعرفوا على المدير، خليهم يعرفوا المكان فين، خليهم يطمنوا على قد ما يقدروا بالطريقه اللي تناسبهم هم، مش تناسبك انت. حتى لو هتيجي على نفسك شويه معلش، بالذات اول شغل ده بيبقى رخم، بالذات بيبقى رخم قوي. فعلى قد ما اقدر احاول اطمنهم، متاكده ان هم مش عايزين اي حاجه في الدنيا غير ان هم يكونوا كويسين، ان انتوا تكونوا كويسين، مش عايزين اي حاجه تانية من الدنيا غير كده. فربنا يوفقكم كلكم. تدوروا فين يا جماعه على شغل؟ تدوروا على زي ما قلت لكم على لينكد ان، على فيسبوك، على انستجرام، على شات جي بي تي. اسالوا شات جي بي تي في مواقع كتير قوي بالذات فريلانس وحاجات بقى بتنزل شغل طول الوقت، دوروا على ده. شات جي بي تي هيساعدكم اكتر مني بكتير قوي، بس تعملوا سيرش عليه والله هتلاقوا بيجاوبكم، ومواقع انتوا يمكن اول مره تشوفوها. بس دوروا، اسعوا، اقبلوا بوظايف مرتباتها قليله في الاول لو انتوا ما عندكوش خبرات، عشان محدش هيعينكم مدير وانت مش فاهم حاجه. انت لو عندك شركه وحد جاي لك وشكله جميل وابن ناس وتحفه وقمر بس ما عندوش خبره، انت هتشغله ليه؟ ما هو انا صاحبه شركه عايزه حد يضيف للشركه، مش عايزه حد لسه اقعد اعلمه واديله مرتب خيالي عشان هو كويس وابن ناس. ما في كويس وابن ناس بس عنده شركه، عنده خبره. في كويس وابن ناس بس عنده اشتغل قبل كده في اكتر من مكان. في كويس وابن ناس وهيقبل بمرتب اقل من اللي انتوا بتقبلوا بيه. ف ف ف فانتوا مش اخر ناس في الدنيا، ولازم تبقوا انتوا مقتنعين بده. فربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله، وتوصلوا لاحلامكم، وتبقى سنه سعيده عليكم، وان شاء الله تحققوا كل اللي انتوا نفسكم فيه. واكتبوا لي في الكومنتس عايزين نتكلم على ايه الفتره اللي جايه، واعرفوا ان انا بحبكم قوي، ولو محتاجين اي حاجه ابعتوا لي هنا او ابعتوا لي على الانستجرام. باي باي.